النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى بطاطس مشوية في الفرن. صحية ولذيذة وجميلة جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي على رأيكم في التعليقات. وريت بقى لو سمحتم فضلا وليس امرا تدعموا الفيديو بلايك، واللي لسه اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديدة. ويلا نبدأ ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة محتاجة ايه، ونقول بسم الله. السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايين بوصفه حلوه جدا ولذيذه جدا، واولادنا كلهم بلا استثناء واحنا كمان بنحبها جدا جدا، اللي هي البطاطس. طبعا اولادنا ما يقدروش يستغنوا عن البطاطس المقليه، ولا احنا كمان نقدر نستغنى عنها. جنب اي اكل لازم تبقى البطاطس المقليه موجوده. النهاردة احنا هنعمل البطاطس بتاعتنا بطريقة حلوة جدا، وفي نفس الوقت صحية، عشان خاطر طبعا اولادنا وكمية الزيوت اللي بياكلوها من البطاطس المقلية دي. فاحنا هنعملها لهم النهاردة بطريقة حلوة جدا في فرن البوتاجاز، وفي نفس الوقت هم هيحبوا الطريقة دي جدا جدا، ومش هتبطلي ان شاء الله تعملها لهم. البطاطس بتاعتنا احنا معانا البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، بقشرها غسلها كويس جدا. بعد كده قطعتها بالشكل ده، ولا هي رفيعة ولا هي سميكة، تبقى وسط كده بالشكل ده بقشرها. حابة تقشريها مفيش مشاكل، بس بقشرها بتبقى احسن، بتبقى اجمل يعني، وبالذات ان انت هتشويها في الفرن، فبقشرها بتبقى مناسبة جدا للبطاطس المشوية في الفرن، الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. البطاطس بتاعتنا محتاجة ويانا ايه؟ محتاجة ويانا البهارات ابسط ما يمكن. معانا كمون بيدي للبطاطس طعم رهيب. معانا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وملح. هي دي البهارات اللي احنا هنحطها على البطاطس بتاعتنا. وطبعا معانا زيت، هنحط معلقتين 2 زيت على البطاطس بتاعتنا، علشان احنا هندخلها الفرن تتشوي، مش هنقليها في الزيت. طبعا احنا كلنا عارفين ان الزيوت اللي احنا بنأكلها لولادنا في البطاطس او في اي مقليات عامة بتبقى مضرة جدا، فاحنا عايزين على قد ما نقدر نخفف من كمية الزيوت اللي بتدخل جسم اولادنا، ونأكلهم في نفس الوقت اكل صحي وجميل. دلوقتي هجيب حاجة عشان اشتغل فيها. انا جبت الطبق ده عشان احط فيه البطاطس، هنزل عليه بكل البهارات اللي ويانا عليها، وهنزل عليها بمعلقتين 2 زيت، ولو انت عندك زيت زيتون هيبقى افضل طبعا. ده 1 2 بس كده، مش اكتر من كده زيت. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. صدقوني البطاطس دي بتبقى تحفه بجد، بتبقى تحفه، اولادك هيحبوها جدا جدا. لو انت طبعا بتحبي ولا اولادك بيحبوا الحاجه تبقى سبايسي اكتر، تقدري تحطي مثلا ربع معلقه شطه، او تقدري ما تحطيش. انا ما حطيتش شطه عشان اولادي يعني ايه، البطاطس دي بنقدمها لهم كده جنب الاكل او هم قاعدين بيذاكروا، فما يبقاش فيها كميه شطه. احنا عايزين نمنع عنهم الدهون، ما نحط لهمش شطه. دلوقتي طبعا بقى الفرن بتاعنا متولع، ومعانا صينيه، هننزل بالبطاطس بتاعتنا كده في الصينيه. هنحاول نفرشها كده كلها على قد ما تقدري، ما تخليهاش راكبه على بعضها يعني. وبعد كده هندخل الصينيه بتاعتنا الفرن. اول حاجه هتبقى تحت تلت ساعه، وبعد كده هنطلعها تحت الشوايه ونسيبها بالظبط 5 دقايق، وبعد كده هنطلعها نقدمها وياكم. البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شايفين قد ايه هي مستويه؟ شايفين
وبالمناسبة البطاطس دي بتبقى حلوة جدا 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 جنب المشاوي. عندك فراخ مشوية، عندك كفتة مشوية، عندك طرب، عندك اي نوع مشاوي بتبقى حلوة جدا جنبهم. يلا بقى نحطها في طبق التقديم ونشوف الشكل النهائي بتاعها. دلوقتي احنا هنحطها في طبق التقديم بتاعنا. لازم تبقى ما فيش واحدة راكبة فوق واحدة علشان خاطر كلها كده تستوي. جربي الطريقة دي بجد حلوة جدا، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها واولادك هيحبوها جدا جدا. هي شكلها اصلا بيفتح النفس. عملنا دلوقتي احلى طبق بطاطس صحي ولذيذ جدا جدا بجد. اولادك هيحبوه جدا وانت كمان هتحبيه جدا. مش شارب زيت، ما فيهوش اي حاجه مضره. كل الحاجات اللي فيه مجرد شويه بهارات، وحطينا على الوش كده شويه بقدونس خفيفه او كزبره اللي موجود عندك. لو مش موجود عندك ده ولا ده تقدري تستغني عنهم عادي خالص. اتمنى تجربوه وتقولوا لي على رايكم في التعليقات. ولو لسه بقى اول مره تشوفي قناتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويا ريت تدعموني بلايك عشان الفيديو يترفع لو سمحتم، فضلا وليس امرا. واشوفكم في فيديو جديد بالف خير، والسلام عليكم.